تدخلت القوات العمومية لتفريق مئات المحتجين الذين قدموا في مسيرات متفرقة من أحياء عدة بمدينة الحسيمة. انطلقت ليلة اليوم السبت مباشرة بعد صلاة التراويح استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع نشطاء الحراك الشعبي الذين جرى اعتقالهم منذ أحداث أمس الجمعة، ومباشرة بعد التحاق المحتجين أمام الشارع المحاذي لملعب ميمون العروساء شيبولا وسط الحسيمة، حاملين لافتة كتب عليها هيهات الريف لا يركع. أطلقت القوات العمومية إنذارا شفهيا تحذيريا بالتدخل في حالة الاستمرار في التجمهر، بداعي أن الشكل الاحتجاجي غير مرخص له، لتتدخلوا على الفور بعد استمرار الغاضبين في رفع الشعارات. وعاينت سبيريس حضورا أمنيا مكثفا لتطويق احتجاجات المتظاهرين، فيما تم توقيف عدد منهم، بينما شوهد سقوط جريج واحد من المتجمهرين على الأرض قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الحسيمة.